السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم إن شاء الله في أحسن الأحوال يا رب، وفي صحتكم مزيانين نتوما والأحبة ديالكم. بالنسبة اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عجينة اللي كتجي رائعة قطنية، ما تحتاجوا لا تدلكوها لا والو، سهلة بزاف وغتحتاجوها في الحلو وفي المالح، وإن شاء الله تولي معتمدة عندكم. وغنشارك معكم ان شاء الله حتى الحشوه الحلوه والمالحه. بالنسبه للمالحه ما غتحتاجوش نهائيا اللحوم، غنديروها بدون لحوم وتجي هائله ما شاء الله وخاويه كيف كتشوفوا من الداخل. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا جميع الاسرار ديال هاد العجين هذه وفاش بالضبط ممكن انكم تستعملوها ايضا. فما تنساوش تخليو لي لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه الا كنتوا جداد. قصريه اولا في عجانه غادي تاخذوا جوج ديال الزلايف ديال الفورس. بالنسبه للمقادير عطيتهم لكم مضبوطين. غادي نضيف ليهم معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، والخميره تتبقى على حسب الجو. كيف كتشوفوا حنا الجو عندنا بارد بزاف في هذا الفصل هذا، ف درت معلقه كبيره. الا كان الصيف ما تعمروهاش بزاف. ضفت لها شاسي الفاني، ممكن انكم ديروا غير السكر. غتقولوا لي الفاني واش وغنستعملوا العجينه حتى المالح ماشي مشكل، ما كتجيش كاع باينه، غير جربوها. بالعكس كتعطي واحد النكهه زوينه للعجينه ديالنا. هنا بديت كنضيف شويه بشويه. عندي كاس ديال الحليب وكاس لاروب ديال الماء اللي يكونوا دافين. ضفت الملحه تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نبدا نجمع في العجين ديالي شويه بشويه. بالنسبه للعجين كتكون مرخوفه. الزلايف اللي استعملتهم كبارين، فانتم على حسب انتم تشوفوا القوام ديالها ديال العجين كيفاش كتكون، حيت يقدر يكون الكاس ديالكم مثلا صغر من هذا، او لا مهم ضروري انه تكون العجين مرخوفه شويه كتلصق في اليدين. هذا هو السر اللي تيخلي العجينه تجي مفخفخه وتجي قطنيه كيف كنقولوا وزوينه. غادي نحاول نجمع العجين ديالي. من بعدها غادي نضيف له نص كاس، ما وصلش نص كاس هكا ديال الزيت. استعملوا الزيت العادي او زيت الزيتون اللي بغيتو. انا استعملت فقط الزيت العادي باش ما يجيش مجهد في الحلو، في الشناك اللي صاوبته ما يجيش فيه نسمه مجهده ديال زيت الزيتون. الا كنتو غتستعملوها فقط المالح فممكن انكم ديروا زيت الزيتون. درتها في واحد البواطه وغادي نخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها ان شاء الله. بالنسبه للحشوه للمالح خديت الفلافل الوان، ممكن انكم تكتفيوا فقط بالخضره، مهم اللي توفر عندكم في المنزل. كيبقى الاختيار ليكم والحشوه اختياريه. بالنسبه لي انا درت الفلفله حمراء صفراء خضراء ودرت البصله كذلك. غادي نديرها تشحر. كيف كتشوفوا انا راه عاد تنضيف هنايا الفلفله الخضراء كانت عندي في المجمد. ديجا شاركت معكم تحضيرات ديال رمضان. هاد الفطائر اللي شاركت معكم اليوم ما كيجوش عامرين بزاف، كيجيو تقريبا بحال المسمن معمر. غادي نضيف ليهم الملحه للحشوه. غنضيف الملحه الزيت وغادي نديرهم يتشحروا ليا حتى ينزلوا. ما تنخليهمش يتشحروا بزاف. بالنسبه للحشوه انا تنفضل ان هاد الحشوه هذه بالضبط ديال الفطائر او هاد الفطائر بالضبط كنبغي فيهم الخضره تتبقى قاطه راسها ما تتهبطش بزاف وتعلك. بعد ما غير شي شويه قلت لكم واحد 3 دقائق ولا، من بعد ما تشحر ليا واحد 3 دقائق الفلفله والبصله غادي نضيف ليهم خيزو محكوك والقرعه محكوكه، البزار، التحميره، ونشوف ندوق الملحه الا كان مازال خاصني نزيد او لا. كذلك الماء الدنوس اللي قطعته رقيق واحد تقريبا واحد 2 معالق اولا 3 كبار. هنا راني طفيت البوطه وعاد زدت التوابل. غنحرك شي شويه ونخلي الحشوه ديالي حتى تبرد. هنا بديت تنطلق في غنبدا بالحلو هو الاول.
باش نخليه يختمر. كيف كتعرفوا فالعجينه تتكون كتلصق، ضروري ما تدهنوا يديكم بالزيت قبل ما تقسموها. هنا راه قسمت العجينه على زوج. البلان دو طرافاي رشوه مزيان بالدقيق باش ما يتلصقش ليكم. صافي هنا غادي نبدا كي قلت لكم بالحلو، والنص الاخر غنغطي عليه وغادي نخليه جانبا حتى نسالي من النصف الاول ان شاء الله. غنحاول نطلقها مزيان على الجهد اللي تطلق ليا بيدي، ونستعن بالدلاك محتاجش نرققها بزاف بزاف، على حسب الرغبه ديالكم. انا الفطائر اللي مالحين اللي كنفضل انهم يكونوا رقاق. بالنسبه لهذه واخا تجي غليظه تيجي شنيك زويون، العجينه ديالو قطنيه. بعد ما طلقته غادي نزيد عليه هنايا اولا دهنته عفوا بلا كونفيتور اللي ديجا شاركته معكم في لي فيديو شورت ديال هنا. هاد الكونفيتور ديال البرتقال اولا النافيل دهنته هكا مزيان. غير في التالي كاع داك الجهه اللي غنسد بها من نبغي نلوي، داك الجهه اللي نسد من الاحسن انكم ما تقيسوهاش كاع ما نقيسوهاش هكا بلا كونفيتور باش تلصق لينا العجينه. غادي نرش عليها هكا الزبيب اللي قطعته هكا رقيق شي شويه، ومن موراها غادي نزيد عليهم كذلك كاوكاو اللي هرمشته. ممكن انكم تزيدوا اي عماره بغيتوا، اي نوع ديال المكسرات ممكن انكم تزيدوه في هذه المرحله هذه. حاول نوزعو مزيان وصافي. غادي نبدا نلوي العجينه ديالي بيدي مرخوفه. حاولوا انكم ما تزيروش العجينه ديالكم، غير شويه بشويه حتى نلويها كامله ان شاء الله. غادي نبدا نقطع فيها عفوا غير بشويه. وإلا شفت ان الموس تيلصق فيه العجينه وتيعذبني شويه، ممكن انكم دهنوه هي بالزيت، هي كتخشيوه شويه في الدقيق باش ما يلصقش ليكم ويعذبكم. بالنسبه لهاد المرحله هذه ممكن انكم تقرصوهم كما درت لهم انا باش يجيو رقاقين، وممكن كذلك تخليهم هكاك باش كيجيكم بحال الشكل ديال كيجيو هكا طالعين، كيجيو كذلك غزالين وزوينين بزاف. واخا ما تقرصوهمش كيجيو زوينين، كيجيو بحال الشكل ديال بريوش، كيجيو بحال البريوش تماما الا ما هكا ما قرصناهمش. وكيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوهم يجيو بحال الشكل ديال البريوش هكا طالعين فما تقرصوهمش، بغيتوهم يجيوكم رقاق كيف ما درت لهم انا، من تقطعوهم وديروهم في اللاطه اللي ضروري تكون مدهونه بالزبده اولا فيها الورق ديال المطبخ، قرصوهم. بقى لكم الاختيار. هنا دزت النصف الاخر ديال العجينه، طلقته هنا. بالنسبه لهاد المرحله هذه انا كنبغيه رقيق بزاف كي قلت لكم باش كيجي بحال الشكل ديال المسمن. راكم شفتوا كيفاش جاو رقاقين ما شاء الله. فمن بعد ما كنقطعهم راه كنزيد نبرك عليهم بيدي مزيان، كنحاول انني نرققهم، تندير الحشوه في الوسط وتنجمع كيف ما موضح في لا فيديو. درتهم هنا بشكل طولي، كيبقى الشكل اختياري. راه كيما درتو ليهم تيتسدوا، ومن بعدها تنقلبهم ونقاد لهم لا فورم ديالهم كيف ما بغيت. فما كاينش بالضبط الطريقه كيفاش غنسدوهم. اصلا العجينه تتكون رقيقه، كتكون زعما كتلصق، فدغيا تتلصق مع بعضياتها. ما تتحل ما والو في الفران، بالعكس راه تتنفخ في الفران وكتجي زوينه كتهوى من الداخل. هنا غادي نزيد نعمر معكم واحده اخرى باش ندوزو نخشيوهم ان شاء الله في الفران.
غادي ندهنهم بصفر بيضه اللي زدت ليه شويه ديال الحليب ونسكافي، وغنخلطهم مزيان مزيان مع بعضياتهم وصافي. هما باش غادي ندهن الحلو والمالح. بالنسبه للحلو راه خليته يعاود يختمر تقريبا واحد بين ما طلقت هادو وطيبتهم، عاد كنرجع نطيب الحلو. علاش؟ حيت الاخرين كيجيو شويه غلاط، فكنبغيهم يبانوا ولا يعاودوا يتنفخوا مزيان شي شويه. هادو ما اختمروش نهائيا، والعجينه كتبقى ناجحه سواء عاودت اختمرت للمره الثانيه او لا، كتجي ناجحه وزوينه قطنيه ما شاء الله، ومذاق رائع. فغير جربوها بعينيكم مغمضين، كتجي ناجحه. كي قلت لكم الا بغيتو العجينه تجي شويه غليظه فمن الاحسن تعاودوا خليوها تزيد تختمر. كيف ما درت انا النصف اللي درته حلو خليته قلت لكم يتعاود يختمر، بين ما عمرت هادو وطيبتهم وعاد رجعت. عاد غنرجع ان شاء الله للحلو نشارك معكم الطياب ديالو والشكل ديالو. زينتو هنا هاد لي باكيت اولا الفطائر زينتهم بالزنجلان. ممكن تزينوهم باش ما بغيتو. هنا من بعد ما طابو كيف كتشوفوا راه كيخرجوا منفوخين ما شاء الله ومهوين من الداخل ناجحين. خاصه انا شخصيا تعجبوني ملي كيبردوا. كاين اللي كيبغيوهم هكا سخونين، ملي كيبردوا كيجيو رائعين بحشوه اقتصاديه وزوينين. غير جربوهم راه فريمون غيوليو عندكم معتمدين. كتجيني هاد العجينه عمليه على انني نطلق المسمن والمسمن تيهز الزيت وروينته، فهذا كيجيني هاد العجينه كتجيني عمليه بزاف. وفي وقت وجيز كندير كيف قلت لكم كنصاوب الحلو والمالح ما شاء الله. من بعد ما طيبتهم غنخليهم جانبا وغادي ندوز ندهن معاكم نصف ديال العجين اللي صاوبنا بها لي شنيك. غادي ندهنهم بنفس الخلطه اللي شاركت معاكم. غندهنهم مزيان، بعدها غادي ندخلهم كذلك الفران بزوج بهم كيكون نفس درجه حراره 180 على حسب الفران ديالكم. كنشعل عليهم من الفوق ومن التحت، راه دغيا تيطيبوا ما كيستغرقوش بزاف ديال الوقت. من الاحسن ان الفران يكون سخون من قبل. بعد ما خرجتهم دهنتهم هنا بنفس لا كونفيتور اللي درت به اللي دهنتهم به لداخل. كندهنو هكا من الفوق باش كيعطي واحد بريو زوين للشنيك ديالي وصافي. وغنقدمهم ان شاء الله كيف كتشوفوا كيجيو رائعين. تمنينا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خليو ليا لايك وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس كذلك. وكنقول لكم دمتم بامان الله ورعايته للفيديو القادم ان شاء الله.